إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. نور يا نور، اصحي حبيبتي يلا عشان تروحي المدرسة. ليه يا ماما سيبيني شوية؟ لا 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 مفيش شوية، لازم تروحي. يلا حاضر. يلا حقتل. عمر يا عم، شرطك انت في المسؤوليات وكلام يا الصباح خير اللي معانا اللي معانا الكرم أنا أفتح عليه الخلق الصبح. طب طالما انت نازل ما تاخد البنت معاك في ايدك ووصلها، بدل ما انا اللي بوصلها كل يوم. لا يا بيه، مش فاضي انا للكلام ده. لسه هستلم العربية وهقعد مع اصحابي على القهوة. بقول لك ايه، انا سايب لك الفلوس على السفرة وما تطلبيش مني حاجة تاني لغاية اخر الشهر، ماشي؟ استنيني تحت يا حبيبتي وانا اللي هوصلك، ولو حسيتي انك بردانه البسي الجاكيت انا هحطهولك في الشنطه. فلوس على السفرة يا بيه، فلوس لاخر الشهر مفيش تاني. نور، ما جيتيش تاكلي معانا ليه؟ وقاعدة لوحدك ليه؟ نسيت الأكل بتاعي في البيت. ولا يهمك، تعالي ناكل سوا. شفتي بابا جاب لي ايه من السعودية؟ وانتي بقى باباجي جاب لك ايه؟ هو في ايه يا بيه؟ ما كل حاجة في البيت انتوا عايزينها انا بجيبها لكم. في ايه بقى؟ لا ليا دعوة بقى مصاريف زيادة ولا مصاريف مدرسة ولا الكلام الفاضي ده. وبعدين يا اختي احنا متفقين، وقضيت النهار ليكوا وقضيت الليل ليا. اصرفها على مزاجي، اصرفها على اصحابي، انا حر يا عبير. هي الحاجات اللي انت بتجيبها في البيت دي بتسميها حاجات؟ انا هنا اللي بصرف على البيت عشان شويه الملاليم اللي بتسيبهم لي بتوع ورديه الصبح دول يا دوب يجيبوا عيش. طب بلاش مصاريف البيت، ده حتى مصاريف مدرسه البيت انا اللي بصرفهم. لا والنبي، بقول لك ايه، احنا متفقين على كده يا عبير وانت واخداني على كده. لا مش واخداك على كده. ما هقول ايه، ما انت لو تبطل الهباب اللي بتشربه على القهوه ده كان زمانك لقيت تصرف على البيت ولا على مصاريف المدرسه، ولا كان زمان انا نزلت اتبهدلت واشتغلت. بقول لك ايه بقى، انا زهقت منك ومن الحياه دي. اوعى كده يا شيخ، انا الابو اللي اتكلم معاك ومش هغير هدومي. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ بعمل الواجب يا ماما. ماما هو يعني ايه غيب؟ سمعتيها فين الكلمه دي؟
استاذ الدين قالها في الحصه النهارده، قال لو عرفت الغيب هتعرف تختار دلوقتي. اسمها لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. انا هفهمك يا ستي معناها، يعني لو شفتي ايه اللي هيحصل لك في المستقبل وانتي هتبقي عامله ازاي، هتختاري انك تفضلي زي ما انتي كده دلوقتي، جميله وضحكتك حلوه وزي القمر. ماما انا النهارده شفت صاحبتي ندى معاها موبايل جديد باباها جابهولها من السعوديه، ينفع تجيبيلي زيها؟ انا عرفت ان هو نزل هنا في مصر. بس الموبايلات دي بتاعت الناس الكبيره. موبايل ايه؟ انا ماليش دعوه بالتفاهه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي. اذا كان انا معيش موبايل. طيب انا عندي ليكي فكره حلوه، ركزي بس في مذاكرتك واعملي الواجب، وانا في عيد ميلادك هجيب لك هديه حلوه قوي قوي كمان. اتفقنا؟ اتفقنا. بس حلو قوي الكيكه دي، ما جبتيش تورته ليه؟ ايه ده يا ماما؟ انت مخبيه ايه ورا ظهرك؟ دي المفاجاه اللي انا قلت لك عليها. بجد يا ماما؟ ايوه. ايه ده يا ماما؟ انا كنت طالبه منك الموبايل الجديد، جايبالي عروسه؟ هو انا طفله؟ يا حبيبتي دي لعبه غاليه قوي، وانتي ما تعرفيش انا تعبت قد ايه عشان اجيبها لك. انا مش عايزه اعرف حاجه، انا طلبت منك موبايل جايبالي لعبه؟ انا مش هطلب منك حاجه تاني ومش عايزه منك حاجه. يلا يا جماعه. طب نستأذن احنا. كل سنه وانت طيب. حبيبي نورتنا والله. ربي بنتك الاول يا عبير بدل الطلبات اللي بتطلبيها دي. عايشه بقى تعيش. ماليش دعوه. ايه يا بنتي، في مالك؟ في انا جاي اطمن عليكي، مالك؟ لوحدك ليه؟ لوحدك ليه؟ انا بحب اقعد معاكي انتي بس. مش عايزك تقعدي لوحدك. كريم؟ ايوه في ايه، انا جاي اطمن عليكي. خلصتي ولا لا؟ انا لازم امشي. استني طيب، في ايه؟ مالها دي؟ استني بس. طب استني طيب، تروحي فين؟ روح اجيب العربيه واجي. مالها دي؟ ما تحركيش. في سكوت
زمان يفوت لا انا سكران ولا رحال. استني بس يا نور، يا نور، يا نور، بطمنيني عليكي لما تطلعي. مش معقول هتفضلي ساكته جوه العربيه وبره العربيه. بطمنيني. مالك يا حبيبتي مخضوضة كده ليه؟ ما فتحتيش ليه بالمفتاح؟ الدلع المرق ده. ماما انت كويسة؟ أنا بخير يا حبيبتي طول ما أنت بخير. تعالي 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 يا حبيبتي، تعالي بس. مالك يا حبيبتي؟ فيكي ايه بس؟ مفيش حاجة يا ماما، أنا بس تقريبا عايزة أنام شوية. جرى يا عبيد، انا قلت لك بدل المره 100 مره يا عبيد. لا لازمته ايه بقى الطلوع والنزول والتعب والعلام والجامعه والمصاريف دي كلها؟ كده كده عبير البت ملهاش غير جوزها ومساجة هتتجوز وجوزها موجود. جوزها مين بقى ان شاء الله؟ ايه يا نور، انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ كمان بتسيبيني وتمشي؟ طب هتتجوزي ابن عم على الطلاق لا تتجوزي يا نور. بص يا كريم، أنا مش فاهمة اللي بيحصل. في حاجات غريبة بتحصل لي أنا مبسوطة إن أنت معايا. طب بص، أنا هنام يمكن أبقى كويسة. ماشي، أشوفك بكرة في الجامعة يا كريم. سلام. احنا هنقضيها نوم ولا ايه؟ يلا اصحي، احنا بينا بالليل، عايز اتغدى. انت هتصوريني؟ بقول لك اصحي يلا، عايز اتغدى. جاتكوا الغم. مش عايز من وش امك حاجه، خلاص طفحت.
لا بقول لك ايه، عليا الطلاق بالثلاثه من راجع الشغل تاني. هو ايه فاكرني عبيد عنده؟ بيقول لي تعالى استلم العربيه من الساعه 6 الصبح ليه يعني؟ قول له لما يبقى يعرف قيمتي كويس. صباح الخير يا ماما، إيه النوم ده كله؟ بالتقريب هات الطفايه. زي ما قلت لك كده بالظبط. ماما اوعي تنسي الموبايل اللي انا قلت لك عليه، انا عيد ميلادي كمان اسبوعين. موبايل ايه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي انت بتعملي ده؟ ما هو ده موبايل. ده اليوتيوب يا ماما، اي حاجه انت عايزاها تكتبيها عليها وهي هتطلع. وده موبايل القديم يا ماما، انا قلت لك اللي انت هتجيبي لي واحد زي منى صاحبتي وانت وافقتي. لا بقول لك ايه، وحياة امك ما دافع حاجه في الاتفاقات دي. الموبايل الجديد قال ده دلع فاضي. ما تقلقيش انا هجيبهولك. الو يا نور يا حبيبتي، بقول لك انا نسيت اقول لك ان انا عايزه صينيه مكرونه بشاميل مع المحشي والرقاق، وكده كده انا هبعت لك علي ابني ياخد الحاجه منك ويحاسبك. ماشي. حبيت برضه اقول لك كلمت لك ناس صحابي هيتصلوا عليكي. سلام. عندي محشي على شويه ده للرز المعمر الحلو، لتر اللبن. عندي بقى كمان الكفته اللحمه وكفته. بس اهم حاجه من الكفته اللقمه دي، اللقمه اللي احنا دي الاساسي، الحصان بتاع الساندوتش لازم تجيبيها طازه. كل سنة وانتي طيبة يا روح ماما. وانتي طيبة يا ماما. اللي ورا ظهرك ده كان نفسك في ايه؟ موبايل. وانا جبتلك اللي نفسك فيه. ده مش الموبايل اللي انا عايزاه يا ريم والله ده جديد برضو. وبعدين يا بنتي انتي مش عارفة انا تعبت قد ايه عشان اجيبهولك. انا مش عايزة اعرف انتي تعبتي قد ايه، انا طلبت منك موبايل وانتي وافقتي ان انتي هتجيبيهولي. ايوه بس ده حلو يا ريم برضو، وبيشغل كل الحاجات اللي انت عايزاها. مش ده اللي انا عايزاه، ومش هطلب منك حاجة تاني. عاجبك كده يا ست هانم؟ ادي اخر تربيتك فيها. لا مؤاخذة يا جماعة، عيلة صغيرة وغلط. وبعدين يا ريم انتي مش عارفة انا تعبت قد ايه عشان اجيبهولك.